في شهري يوليو وأغسطس عندما تكون الشمس عمودية على مصر ودرجة الحرارة بتوصل لأكثر من 40 درجة بنلاحظ ظاهرة غريبة بتحصل في الشوارع والأسواق. الظاهرة دي بتتمثل في وجود الثلج مع الباعة. رغم الحرارة الشديدة والدهشة إن الثلج بيستمر لفترات طويلة من غير ما يسيح بسرعة. الظاهرة دي مش صدفة ولا معجزة، لكن وراها أسباب فيزيائية وتقاليد ذكية بيستخدمها الباعة للحفاظ على الثلج في ظروف صعبة زيدي. قبل ما نفهم الحكاية دي لازم نعرف الأول إزاي بيتصنع الثلج اللي بيستخدموه الباعة في مصر. مش بس أي مياه بتتحط في الفريزر وتتجمد، الموضوع أكبر من كده بكتير. في مصانع متخصصة بتستخدم غازات تبريد زي الأمونيا اللي الصناعيين بيسموه النشادر، واللي بيعتبر أرخص وأكفأ من الفريون اللي موجود في ثلاجاتنا العادية. الأمونيا بتطبخ على هيئة سائل مضغوط داخل مواسير بتغوص في أحواض كبيرة مليونة مياه مالحة. المياه المالحة دي بتقلل من درجة تجمد المياه، فبتفضل سائله حتى عند درجات حرارة أقل من الصفر، وده بيخلي المياه المحيطة بالمواسير تبقى باردة جدا. المواسير دي بتسحب الحرارة من المياه المالحة. عشين الأمونيا تتحول من سائل إلى الغاز، وده بيسحب حرارة كبيرة جدا وبيبرد المياه حوالينها. بعد كده العلب الصفيحة المستطيلة اللي جوؤها مياه عذبة بتتوضع في المياه المالحة دي، وبتتجمد تدريجيا لتتحول لألواح ثلج مستطيلة الشكل. وزن اللوح الواحد منها حوالي 25 كيلو جرام. بعد ما الألواح تتجمد تماما بيتم إخراجها من القوالب، وبعدين بتتحط في أحواض مياه عذبة بدرجة حرارة متوسطة جدا عشان يسيحوا الطبقة الخارجية من اللوح بس شوي، وده بيسهل خروجهم من القالب. العمال في المصنع بيعرفوا إن اللوح جاهز لما يسمع صوت طرقعة خفيفة بتدل على إن الثلج اتفك من القالب. بعد كده بيتم نقل الألواح دي على عربيات الثلج في وقت الفجر أو قبلها، حيث تكون درجات الحرارة أقل، وده بيساعد على تقليل ذوبان الثلج أثناء النقل. في أماكن البيع الباعة بيستخدموا طرق تقليدية وفيزيائية ذكية للحفاظ على الثلج من الذوبان وسط حرارة الشمس. الموضوع كله بيعتمد على تقليل انتقال الحرارة للثلج، والحرارة بتنتقل من الأجسام الساخنة للأجسام الباردة بثلاث طرق أساسية: التوصيل الحراري، الحمل الحراري، والإشعاع الحراري. التوصيل الحراري بيحصل مع حاجة ساخنة تلمس الثلج مباشرة. الحمل الحراري هو انتقال الحرارة عن طريق حركة الهواء الساخن حوالين الثلج. والإشعاع الحراري هو تعرض الثلج لأشعة الشمس المباشرة. الباعة الشاطرين بيمنعوا تعرض الثلج للشمس المباشرة باستخدام شمسيات كبيرة أو بتغطية العربيات اللي شايلين الثلج. كمان بيستخدم النشارة، اللي هي نشارة خشب صغيرة جدا بتحتوي على ملايين الفجوات الهوائية، واللي بتعمل عازل حراري ممتاز لأنها بتمنع انتقال الحرارة من الهواء الساخن للثلج بسهولة. النشارة كمان بتمتص المياه الناتجة من ذوبان الثلج بشكل بطيء، وده بيساعد على تأخير الذوبان أكثر. بجانب النشارة بيستخدم الخيش المبلول، وده بيشتغل بطريقة التبريد بالتبخر. لما المياه الموجودة في الخيش بتتبخر هي بتأخذ حرارة من الثلج اللي موجود تحته، وده بيبرد. الخيش كمان بيقلل من تعرض الثلج للهواء الساخن والشمس المباشرة. مع الوقت بعض الباعة بدأوا يستخدموا صناديق الفل الأبيض اللي بتتكون من بلاستيك فيه هواء ساكن كتير، وده بيخليها عازل حراري ممتاز. صناديق الفل دي خفيفة وفي نفس الوقت بتحتفظ بالبرودة لفترات طويلة وبتقلل من سرعة ذوبان الثلج. كمان حجم اللوح نفسه ليه تأثير كبير. لوح الثلج الكبير اللي وزنه حوالي 25 كيلو جرام بيذوب أبطأ بكتير من مكعبات الثلج الصغيرة، لأن مساحة سطحه أقل بالنسبة لحجمه، فده بيقلل من تعرضه للحرارة. علشان كده الباعة مش بيكسروا الثلج إلا وقت الاستخدام، وبيفضلوا محتفظين به في حجم كبير. من الحاجات المهمة اللي لازم نفهمها كمان هي طبيعة انتقال الحرارة في الهواء. لما تكون درجة الحرارة حوالي 40 الهواء بيكون ساخن جدا، والهواء الساكن أو الواقف بيأثر على سرعة ذوبان الثلج بشكل كبير. الهواء المتحرك حوالين الثلج اللي بنسميه الحمل الحراري بيزود من سرعة انتقال الحرارة للثلج، وده بيخليه يذوب بسرعة. علشان كده الباعة بيحاولوا يقللوا حركة الهواء حوالين لوح الثلج باستخدام تغطية النشارة أو الخيش، لأن المواد دي بتقلل من تدفق الهواء مباشرة على الثلج. ده مش بس بيقلل من سرعة الذوبان، لكن كمان بيدي الثلج فرصة يحتفظ بدرجة حرارته المنخفضة لفترة أطول. ده يعتبر تطبيق عملي لقوانين ديناميكا الحرارية موجودة في كل مكان حواليك، لكن الناس مش دائما بتلاحظها. في نقطة مهمة جدا برضة، وهي أن التبريد الطبيعي الناتج عن التبخر مش بس موجود في الخيش المبلول،
لكنه كمان بيستخدم في بعض الأماكن في مصر كوسيلة لتبريد الأطعمة والمشروبات قبل وجود التكييف أو الثلاجات الحديثة. العملية دي اسمها تبريد بالتبخر، وهي طريقة طبيعية بتحصل لما يتبخر المياه وبياخد معها حرارة من الجسم اللي عليها، فبتساعد على تبريد الجسم ده. لما الخيش بيكون مبلول وبيطقطق بيحتفظ برطوبة وبيتبدد الحرارة ببطء، وده بيخلق بيئة باردة نسبيا حوالين الثلج. كمان لما نيجي نتكلم عن النشارة، لازم نوضح إن الخشب نفسه مادة عازلة للحرارة، لكن النشارة بتكون أفضل لأن شكلها اللي فيه فجوات هوائية كتير بيقلل من التوصيل الحراري بشكل كبير. هنا نقدر نفهم ليه كانت النشارة من أقدم المواد اللي استخدمها البشر للحفاظ على الأشياء باردة، وده ظهر حتى في تجارب نقل الثلج البحري اللي حصلت في القرن ال19 لما كانوا بينقل الثلج من مناطق باردة لأماكن بعيدة جدا من غير تكييف أو تبريد كهربائي، والسر كان في تغطية الثلج بالنشارة. أما بالنسبة لصناديق الفل الأبيض، فهي بتشتغل بنفس مبدأ النشارة لكن بشكل أفضل، لأنها بتحتوي على كرات بلاستيكية صغيرة جدا محبوس جواءها هواء ساكن، والهواء الساكن دائما بيعتبر عازل حراري ممتاز لأنه بيقلل حركة جزيئات الهواء اللي بتنقل الحرارة. علشان كده صناديق الفل الأبيض خفيفة وفي نفس الوقت فعالة جدا في تقليل فقد الحرارة، ودي بيخليها منتشرة دلوقتي بشكل كبير بين الباعة والناس اللي عايزة تحافظ على حاجات بتحتاج تبريد. نقطة أخيرة مهمة برضة هي علاقة حجم الثلج بسرعة الذوبان. حجم اللوح الكبير مش بس بيقلل من مساحة السطح المعرضة للهواء، لكن كمان بيقلل من فقد الحرارة الداخلية للثلج. يعني كلما زادت كتلة الثلج بيكون وقت ذوبانه أطول لأنه محتاج كمية أكبر من الحرارة عشان يسيح، وده بيخلي القطع الكبيرة مفضلة وسط الظروف القاسية دي. في الختام، اللي بيحصل من الحفاظ على الثلج وسط حرارة الشمس الشديدة مش نتيجة حظ أو حاجة خارقة، لكن نتيجة مزيج من العلم البسيط اللي موجود في الفيزياء والمعرفة العملية اللي أورثت عبر الأجيال. البياعين اللي في الشارع بيتبعوا طرق بسيطة لكنها فعالة بتضمن أن الثلج يفضل لفترة طويلة، وده بيساعدهم يحافظوا على بضاعتهم طازة، والزبائن تستفيد من المنتجات دي في أجواء صعبة جدا. لو مهتم تعرف أكثر عن الفيزياء في حياتنا اليومية أو حاب تشوف فيديوهات تانية بنفس الأسلوب، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات. لو عندك سؤال معين أو موضوع حابب نتكلم عنه، اكتب لنا في التعليقات وهنتكلم فيه مع بعض في الفيديوهات الجاي. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم قريب في فيديو جديد.